تقييم اسعار العربيات في مصر، والنهارده مش هقيم لوحدي عشان معايا خلود. المره دي الفيديو يبقى فوكس اكتر على العربيات الاس يو في الاوروبيه اللي في رينج ال 2 مليون جنيه. انا على فكره ما اعرفش العربيات اللي هيقولها وما عنديش اي فكره هقيم ازاي. عايزين نفاجئه عشان ما يفكرش ما يحضرش. كريديبيليتي، الثقه. نبدا بالفي دبليو التيجوان. تيجي في فئه واحده الار لاين وسعرها 2 مليون 390. ايه رايك سعرها؟ تقييمه كام من 10؟ 7 من 10. ممكن اقل، ممكن 6. حاسسها غاليه قوي بالنسبه للمنافسين، مع انها طبعا هي انجحهم اكتر عربيه فيهم الناس بتحبها، بس شايفها لا غاليه بصراحه. 6 من 10. 6 ونص. 6 خلاص نتفق انا وانت نقفل على 6. 6 ونص. تاني عربيه هي اختها الكوبرا الترامار. بتيجي في فئتين 2 مليون 230 و2 مليون 330. هي زادت؟ هي ده 26، ده سعر ال 26. لا هديها 6 من 10. يا دي ارخص من التيجوان. دي التيجوان اعلى ليه؟ ادي من تيجون شويتين حلوين. انا عشان فرق السعر هديها 7 الصراحه، عشان شايف ان هم يبقى نتفق برضه على 6 ونص. برضه. قول لي اللي بعده. بيجو ال 408 دي سعرها جدلي شويه عشان دلوقتي عليها كاش باك 150,000، فسعرها مليون 740. الالور و2 مليون 50 الجي تي ده بالكاش باك ال 150,000. اولا ال 408 ما تتركبش الور مبدئيا. اتفق، بس لو حد عاجبه شكل ما تتركبش الور، ما تتركب ال 408. هات الجي تي. والناس اللي عندها الور في ناس جايبه الور كتير عادي. ممكن مثلا 5% 5%. 2 مليون 50 هديها ده بعد الكاش باك. يعني لو فضلت كده هديها 9 من 10. لو رجعت تاني للسعر القديم هديها 8. اللي بعده اختها ال 3008 بتيجي برضو الور وجي تي مليون 840 و2 مليون 100 على كاش باك برضو. هدي الاثنين 8 ونص 9 برضو. انا هديها 8 لسبب بسيط، ان انا بحب 408 اكتر، وال408 ارخص، فيمكن ده حقيقي كشكل. وبحب دي وجهه نظر جميله جدا. انا بستغرب من دي. انا عندك حق. لا دي نقطه كويسه. 8 ونص. واخر عربيه معانا النهارده العربيه المظلومه الاوبل الجراند لاند. سعرها مليون 850 مليون 950 و2 مليون 100. ايه رايك؟ عشان ممكن نختلف في الحته. انا هديها 9 من 10 لان الاوبل جراند لاند الجديده نازله بالبلاتفورم الكبيره اللي هي شبه ال 5008. انا بس كان نفسي انها تنزل 7 سيتر الصراحه. انا سالت السي او بتاع اوبل السؤال ده. والله ايه؟ ما هرب مني. السعر على الحجم ده بصراحه شايفها صفقه. يعني انا حاسس ان انا محتاج اديها اعلى من البيجو، ممكن 9 ونص. بقول له انتوا ليه ما نزلتوش ال 7 سيتر؟ قال لي ده ستيف خاجه، ده نخف خاجه بالالماني. يعني دي مساله الطلب. يا ماشي. انا بحاول فليكس بالالماني. ممكن اكونش ضمتك عادي. 9 ونص تبقى اعلى من البيجو عشان هي اكبر. هي دي من غير كاش باك فهو سعرها مكمل برضه. بالظبط. 9 ونص. نقول مبروك. قول مبروك. ماشي. كانت نهايه فيديو النهارده، وان شاء الله خلود يكمل معانا كده عشان هو اضافه كبيره لاي حاجه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب ليا وللراجل المحترم ده.